احلى مسا عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه انغام الجديده، اغنيه ونفضل نرقص، من كلمات والحان عزيز شافعي وتوزيع وسام عبد المنعم. هقول لكم رايي فيها ايه النهارده، وهتكلم معاكم واقول لكم هل هي كانت حلوه ولا مش قد كده. انغام هي كده كده اصلا فنانه كبيره جدا، وصوتها حلو وقوي قوي، وبتعمل اغاني بتبقى جميله. بس انا الصراحه يعني ما شفتش ان الاغنيه دي البوم. مش شايف ان دي الحاجه اللي هتضرب ممكن لانغام، من ممكن مثلا تعمل نجاح كبير. الكاتب والملحن عزيز الشافعي. هو عزيز الشافعي يا جماعه الصراحه يعني راجل جامد قوي. عامل شغل كتير جدا السنه دي و2020، والسنه دي 2021 عامل لحماقي وتامر، وعامل لعمرو دياب. ونقول في 2020. وعامل يعني رامي صبري، عامل شغل جامد قوي. عزيز الشافعي بقاله فترة كبيرة، وتقريبا كل اغنية دلوقتي بخش عليها الاقي عليها كلمات والحان عزيز الشافعي. راجل جامد بصراحة، وبيعجبني جدا في الكلام واللحن اللي بيعمله، سواء مع اي مطرب او في اي اغنية. بيعجبني طريقته جدا، وليه كده يعني حاجة معينة انا بحبها بصراحة في شغله يعني. شغله محترم، وفعلا انا بحبه جدا. الاغنيه يا جماعه كلماتها حلوه جدا، واللحن كويس. التوزيع يعني كان اهو يعني مش قد كده، بس كانت الاغنيه كويسه. تصوير الاغنيه كان عاجبني جدا. انغام صوتها في الاغنيه كان حلو فعلا. وكان في بهجه في الاغنيه حلوه قوي من انغام يعني. انغام اصلا اكترية اغانيها بتبقى فيها شويه حزن، شويه مواضيع وكده، لكن الاغنيه دي حلوه جدا وكانت خفيفه جدا عليا. وانا عجبتني جدا طريقه الغنى بتاعتها في الاغنيه، وصوتها كان كويس جدا فيها، دي اهم حاجه. انما بالنسبه للكلمات واللحن من عزيز الشافعي، طبعا هو عامل شغل جامد قوي في الاغنيه. والاغنيه كويسه، بس الفكره كلها ان انا شايف ان مش دي البوم. يعني مش دي اللي تخليني انا اتفاجئ مثلا ان انا شفت اغنيه مثلا صعبه لتامر، يعني قلت دي بوم مثلا. فدي حاجه بالنسبه لي بصراحه جامده، سواء الاغنيه او الكليب كان حلو. حماقي الجديد عامل شغل، الراجل الصراحه جامد، بقاله دلوقتي اغنيتين اهو. يعني عامل شغل حلو. ولسه باقي الاغاني ان شاء الله بتنزل زي ما قلت لكم على فتره اسبوع، كل خميس كده بينزل حماقي اغنيه. ان شاء الله ممكن ينزل اغنيتين، لسه هنعرف الخطه ايه ان شاء الله. بس كل حاجه بتنزل. انما بالنسبه لانغام، فانغام عامله صوت كويس قوي في الاغنيه. والعزيز الشافعي يعني كاتب وملحن جميل قوي، انا بحبه. وطبعا الموزع وسام عبد المنعم، فده يعني انا بالنسبه لي التوب في التوزيعات. بيعمل توزيعات جامده جدا وبيكسر الدنيا. اكترية حاجه يا جماعه ناسيني ليه، يعني دي اكتر حاجه ممكن تفتكروها كتوزيع كويس وحلو فعلا، وضرب وكسر الدنيا كلها. ايه يا جماعه، الاغنيه كويسه بشكل عام ككلام ولحن وتوزيع. بس التوزيع ما كانش قوي يعني، بس الكلام واللحن كان كويس جدا. وطبعا صوت انغام جامد قوي في الاغنيه. والتوزيع انا مش بقول ان هو وحش، انا بقول ان التوزيع كويس لحد ما مش وحش. والاغنيه يا جماعه بشكل عام حلوه، خشوا اسمعوها. لو انتم فانز انغام خشوا شوفوها وقولوا لي رايكم ايه. وتحياتي ليكم كلكم لو انتم فانز انغام، او الناس اللي بتشوفني هنا عندي على القناه، سواء جديده او ناس قديمه. يا ريت لو انت لسه جديد تعمل بقى اشتراك وتعمل لايك عشان اكمل اكتر واكتر، وتشاهد كل اصحابك في كل مكان. وما تنسوش يا جماعه، اهم حاجه الاشتراك واللايك والشير في كل حته على قد ما تقدروا. وان شاء الله كل حلقه عجبتكم، واشوفكم على خير. شكرا.